ما خرجتش للزنقه، ما مشاتش لشي بواط، ما ركباتش مع شي واحد ما كتعرفوش، ولكن رغم هادشي كامل تخطفات من قدام دارهم. هاد البنت سميتها هولي، كان عندها 20 عام، كتقرا لانفيرميري وكتعيش مع والديها في منطقه قرويه في تينيسي في ميريكان. واحد الصباح شي واحد شافها حدا دارهم مع واحد الراجل ما شافوهاش معاه من قبل، وهاد الوقفه غادي تبدل كلشي. شكون هي هولي؟ هولي بوبو كانت بنت هاديه كتقرا باش تولي انفيرميير وكتعيش حياه بسيطه بزاف مع عائلتها. دارهم كانت في منطقه هادئه بعيده على المدينه، وكاع الناس اللي عايشين فيها كانوا كيعرفوا بعضياتهم. هولي ما كانش بنت عزيز عليها المشاكل، ما كانش عندها صحاب بزاف، وما كانش عندها شي حياه مشبوهه. كانت بنت ظريفه وعاديه بزاف، وكدوز وقتها كامل مع والديها ومع خوها اللي كانوا كيعيشوا في دار وحده. وهذا الشيء اللي كيخليك تحس بان داكشي اللي وقع لهولي ما كانش خاصو يوقع ليها. في واحد الصباح ديال 2011 خو هولي فاق وشاف اختو برا قدام دارهم كتهضر وبحال داخله في واحد لاغومون مع واحد الراجل غريب عليهم ما عمرو ما شافها معاه. بالنسبه لخو هولي ما كانتش كتبان ليه اختو خايفه، ما كانتش كتغوت بزاف، دونك من الداخل كان كيبان ليه الامر عادي. خوها قال يمكن هذا صاحبها ولا شي واحد يلاه كتعرف عليه، دونك خلى ليها الخصوصيه ديالها ودخل في حاله. مورا ما داز شويه ديال الوقت هولي ما رجعتش للدار وما بانتش النهار كامل. وهنا غادي تبدا القصه. ملي داز النهار والديها وخوها بداو كيقلبوا عليها، قلبوا عند الجيران، قلبوا الدار، والو. تليفونها كان باقي في الدار، الطوموبيله ديالها ما تحركاتش من بلاصتها، ما كانت حتى شي علامه ديال العنف ولا التخريب حدا الدار اللي يقولوا انا شي واحد داها بالرغم منها، ولكن ما كانت حتى شي علامه كدل على انه ولي خرجت وغادي تعاود ترجع كيف موالفه، لانها امبوسيبل تخرج بالبيجامه ديالها وما ديش معاها التليفون ولا الطوموبيل. والدين هولي تسناو داك النهار كامل، ولكن هولي ما رجعاتش. فوالدين هولي وخوها ديكلاراو عند البوليس اللي قالوا ان هولي غتكون تخطفات، ومن اكثر بلاصه كان خاص تكون فيها امنه اللي هي قدام باب دارهم. البوليس جاو للدار سوغ بلاص باش يبداو يقلبوا وياخذوا الدلائل. الصباح اللي خوها شافها فيه مع داك الراجل ولا اكثر حاجه مهمه في القضيه، شكون هذا الراجل، علاش جا عندها، وفينا هو دابا، وعلاش وقف حدا دارهم. البوليس كانوا كيقلبوا وكانوا عندهم بزاف ديال الشكوك، كانوا كيسمعوا بزاف ديال الاشاعات، بزاف ديال الاتهامات. القضيه ولات قضيه راي عام، دونك الناس دخلوا في القضيه. شي وحدين كانوا كيتهموا بالزور، ناس بريئين ما داروا والو تعتقلوا، ولكن هولي باقي ما كاينش ليها الاثار. مورا اشهر ديال التحقيق والتقلاب على داك الراجل اللي كان بان داك النهار قدام دارهم، اخيرا المحققين وصلوا لواحد السميه اللي هي زاكري ادمز. هذا الراجل ما كانت عنده حتى شي صله بالعائله ديال هولي ولا بهولي نفسها، وما كان عنده حتى شي سبب باش يخليه يجي ويوقف حدا دارهم هذاك الصباح. وزائد على داكشي كامل ما كان عنده حتى شي دافع انه يهضر مع هولي. الشهود من بعد اكدوا بلا زاكري ادمز هو اللي خطف هولي، وهو اللي فرصها تركب معاه في الطوموبيل واخا هي ما بغاتش. بيان سور زاكري ادمز ملي تشد كان كيقول لهم لا، هاد الهضره ما كايناش وانا ما كنعرفش هولي وما عمرني ما شفتها. ولكن الشهادات ديال الناس، الدلائل كامله اللي تجمعوا، البصمات والتسجيلات ديال التليفون ديالو كانوا كيرجعوا ليه. بقى سؤال واحد، علاش وفين هي هولي؟ البوليس اخيرا وصلوا للحقيقه المؤلمه. مورا جلسات ديال المحاكمه كثيره، زكريا اخيرا اعترف انه هو اللي خطف هولي وقتلها لاسبابه الخاصه، بالرغم ان كل شيء كان كيوضح ان هولي ما كان عندها حتى شي علاقه بهذا الشخص. هولي ما دارت حتى شي جنايه، ما كان عندها حتى شي ماضي في شي شكل، ما كانتش كدير لا دروغ، ما كانتش كتخبي شي حاجه على دارهم، وما كان عندها حتى شي سر. حياتها كانت كامله كتاب مفتوح. ولكن زاكري ادمز كان كيعتقد باللي هولي كتعرف شي ناس مداخلين في النشاطات الاجراميه ديالو، وشد عليه دواسه يقدروا يدخلوه هو وصحابه البزناسه للحبس. وهذا الاعتقاد صحيح ولا غلط كان كافي باش يكون سبب في الجريمه اللي دار. هولي تخطفات وتعرضت للاغتصاب شحال من مره وتقتلات على حاجه ما درت فيها والو. مورا ما تشد زاكري ادمز ومورا شحال ديال الوقت في 2017 تدان وتحكم عليه بالسجن المؤبد بلا محاوله استئناف. العداله تحققت، ولكن ما تقدرش ترجع بنت عندها 20 عام ما دارت حتى شي حاجه من غير ان واحد الانسان مريض تخايل باللي كتعرف عليه حوايج هي ما عارفاهمش. هاد القصه كتفكرنا باللي الخطر ماشي دائما كيكون في الزنقه، مرات يقدر يكون قدام باب دارنا.